السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة مع بعض فيديو تطبيق جديد. فلوس سهلة زي العربية المكسورة، أول ما تطمن إنها مسكت نفسها في نص الطريق خلاص. دي مش حكمة من عندي، دي تقريبا نوع حكمة اللي تلاقيها مكتوبة ورا ميكروباص ماشي على الدائري، بس الغريب إن تنطبق جدا على التطبيقات. تحول الفلوس زي تطبيق تاب سند. والسؤال اللي الناس كتير بتسأل، هو فعلا التطبيق ده بينقذ المغتربين يوفر عليهم، ولا مجرد طعم شيك بياخدك برسوم المستخبية وانت مش واخد بالك؟ استنى للآخر عشان اجاوبك بصراحة من غير تطبيل. بص يا سيدي، احنا بقينا عايشين في زمن التطبيقات. اي خدمة كانت زمان محتاجة مشوار وطابور وختم ونمرة، ودلوقتي بتتعمل من الموبايل وانت قاعد تشرب شاي. فلوس بقى من اهم الحاجات دي، خصوصا المغتربين اللي بيبعتوا لأهلهم كل شهر. وهنا بيظهر تطبيق تاب سند اللي دخل السوق بشكل واضح جدا، وبيقولك حول فلوسك بسرعة برسوم قليلة ومن غير وجع دماغ بنوك. تطبيق فكرته ببساطة ان هو بيخليك سابع فلوسك من دولة زي أمريكا وبريطانيا وكندا والإمارات وأوروبا، بلاد كتير في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، من الدول اللي بتدعم تحويل ليها مصر والمغرب والنيجر وباكستان والهند وبنجليتيش. دول التانية كتير يعني مش انت صح. ده فعلا نقطة قوية جدا، لان الناس كتير كانت بتعاني من شركات التحويل التقليدية اللي بتاخد وقت ورسوم اعلى. اول ما تفتح التطبيق تحس ان كل حاجة معمولة عشان تخليك ترتاح. حاجة بسيطة، تسجيل سريع وتحويل بتتعمل بخطوات سهلة جدا. ودي حاجة اغلب المستخدمين على جوجل بلاي اتفقوا عليها. ناس كتير تقول التحويل بيوصل في دقايق فعلا. تجربة سهلة من تطبيقات منافسة كتير. التطبيق عنده تقييمات عالية جدا وعدد تحميلات بملايين. بس استنى، هنا بقى الشخص الشكاك اللي جوايا بدأ تصحى وتسأل، لو التطبيق مجاني بشكل صح الشركة بتكسب منين؟ وهنا بقى الحقيقة اللي ناس كتير ما خدش بالها منها. التطبيق احيانا ما يقولكش الرسوم مباشرة كبيرة، لانه يكسب من فرق السعر عمولة. يعني بدل ما يسحب رسوم واضحة يديك سعر تحويل اقل شوية من سعر السوق الحقيقي. في بعض الدول والمبالغ فيها الرسوم فعلية بتختلف حسب بلد وطريقة الدفع والمبلغ. يعني الكلام ده بالمصري كده، يعني ممكن تكون فاكرة انك حولت ببلاش، لكن التطبيق اخد مكسب في السعر الصرف نفسه، وده مش نصيب بالمناسب. دي طريقة شغل بيها اغلب التطبيقات تحويل حديث، لكن لازم تبقى فاهم عشان ما تحطش نفسك ما تضيعش نفسك بعدين. من الحاجات اللي المستخدمين اشتكوا منها كمان في تعليقات ان اوقات تحقيق من الهوية بيتأخر او التحويل يقف مراجعة شوية، خصوصا في مبلغ كبير. في ناس قالت ان خدمة العملاء ساعات هم محفوظة ومش بتحل مشاكل بسرعة لما يحصل تأخير. لكن في المقابل ناس تانية شايفة ان التطبيق انقذهم فعلا من رسوم البنوك وشركات التحويل القديمة، ان السعر ممتاز خصوصا لو في التحويلات صغيرة ومتوسطة. يعني الأرض منقسمة وطبيعي في أي تطبيق مالي. لو هتستخدموا تطبيق فات أهمية، أديك نصيحة يعني قبل ما تحول لقرن سعر صرف ورسوم تطبيقين أو 3، ما تنبهرش بالكلمة بدون رسوم. بص دايما المبلغ النهائي اللي هيوصل للشخص التاني، لان ده الرقم الحقيقي المهم.
والطريقة استخدامه صح ببساطة يا جماعة. نزل التطبيق، سجل برقمك وبياناتك، تختار الدولة اللي هتبعت منها، الدولة اللي هتحول ليها، تضيف البيانات الشخصية للمستلم، وبعدها تختار طريقة الدفع سواء بطاقة أو حساب بنكي حسب البلد، وتشوف المبلغ اللي هيوصل قبل تأكيد. ولو أول مرة تستخدمه ابدأ بمبلغ صغير لتجربة بدل ما تبعت مبلغ كبير مرة واحدة. بس نرجع بقى اللي بدأنا بيه الفيديو. هل تطبيق تاب تاب سند تطبيق محترم فعلا ولا مجرد فخ بالرسوم المستخبية؟ الإجابة بصراحة لا، هو ملاك ولا نصاب. هو تطبيق ذكي بس بيعرف يكسب من فريق العمل والخدمات الإضافية، لكنه في نفس الوقت بيوفر سرعة وسهولة ناس كتير محتاجاها فعلا. المشكلة مش في التطبيق، المشكلة ان ناس كتير مستخدمة اي تطبيق مالي وهي مش فاهمة الشركة بتكسب منها ازاي. لو الفيديو ده عجبك وحسيت ان هو عرفك معلومة جديدة قبل كده ما كنتش تعرفها، تستخدم التطبيق. متنساش بقى تعمل لايك وشارك في القناة وتقول رأيك في التعليقات. ايه اكتر تطبيق تحويل فلوس جربته كان كويس او خذلك، عشان يمكن تجربتك تفيد ناس كتير غيرك. سلام.